لما اترفض فيلم البريء من قبل شركة إنتاج الفنان أحمد زكي، الفنانة سميرة أحمد والفنان صفوت غطاس زوجها المنتج اشتروا قصة من السيناريست وحيد حامد، وتم تخصيص 400 ألف جنيه ميزانية للفيلم. الفنان صفوت غطاس بيقول إن أقصى ميزانية كانت موجودة لفيلم في التوقيت ده كانت 100 ألف جنيه. في موقف يحسب للفنان صفوت غطاس مع الفنان أحمد زكي، بيقول إنه لما جه سأله هتاخد أجر كام؟ قال له 15 ألف جنيه، ولكن الفنان صفوت غطاس قال له لا أنا هديك 25 ألف جنيه، لدرجة إن أحمد زكي افتكر إن هو بيهرج، وبالفعل اداله 25 ألف جنيه، وهو مبلغ مقارب تقريبا للمبلغ اللي تقاضاه الفنان محمود عبد العزيز اللي كان رفع أجره بعد نجاحه في فيلم إعدام ميت. موقف طبعا يحسب ليه للمنتج الفنان اللي كان عارف إن هو هيتعب قوي في الفيلم ده. لسه للحديث بقية.